أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناتنا راديو فوت. اليوم من قلب المستطيل الأخضر الافتراضي تشاهدون معنا محاكاة دقيقة لمباراة المرتقبة التي تحبس أنفاس الجميع. قمة نارية يا خوتي في دور 16 من كأس إفريقيا بالمغرب، تجمع بين محاربي الصحراء وفهود الكونغو الديمقراطية. هدفنا من هذه المحاكاة هو مشاركتكم أقصى درجات الاستمتاع، الإثارة والتشويق، لنرى سويا كيف يمكن أن تدار المعركة تكتيكيا فوق أرضية الميدان. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني. خوتي غادي ندخلوا الحاج موسى نديروه في بلاصة محرز ولا فارس شايبي. حطوا حاج موسى. واش رايكم في التشكيلة خوتي؟ ماندي، بن سبعيني، ايت نوري، يوسف عطال، بن ناصر، بوديوي، محرز، بونجاح، حاج موسى ومحمد لامين عمورة. حاج موسى نحطوه هنا يا خوتي، ما قري مشي بلاصته مي معليش شارك معنا في هذه المباراة. هيا حاج موسى زير روحك، ان شاء الله يديرك تيتيلار نهار ماتش الكونغو. ولا واش رايكم نحطوه في بلاصة محرز؟ خلي نلعبوا في بلاصة شايبي وعمورة الفوق هو وبنجاح. اذا الى المباراة. اليوم الأول في أي بطولة يكون يوم غير عادي، طموحات كبيرة، أمال أكبر في يوم الافتتاح. الكل يريد تحقيق اللقب، الجميع يحلم ويرسم سيناريو في مخيلته. الجماهير ترفع سقف التوقعات وتدعم اللاعبين، الكل يحلم ويتمنى أن تسير الأمور في صالحه. التوقعات والآمال مرتفعة الآن، ويبدو أن كل شيء جاهز من أجل مباراة ملتهبة. وتنطلق المباراة بالفعل. الجزائر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية. إمكانية تسبونجا، الله على الإنهاء، يا سلام على كرة جميلة، لعبة ولا أروع، إنهاء ولا أروع، فينيشينج جميل جدا. عمل كبير في الضغط وقطع الكرات والمواصلة من أجل تسجيل هدف، شيء رائع الحقيقة. إنه الفريق عرف كيف يستغل الخطأ هنا بعد أن قطع الكرة. استغلال هذه الفرصة يصنع الفارق ويخلي المباراة تأخذ مسار مختلف. والآن جاءت الضربة الأولى في هذه المباراة، 1-0 النتيجة الآن. يشتتها بعيدا، استعادة سريعة هنا. الآن يأخذ المبادرة، الآن في المكان المناسب. نشوف الفرصة، الله على لعبة جميلة، على كرة مثيرة، على هدف يحرك الجماهير. الآن نعود وإياكم للبداية بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. هدف مهم جدا من الناحية النفسية. الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس، وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية. مهارة كبيرة في التسديد، دقة محسوبة، هذا لم يأتي بالصدفة، بالتأكيد نتيجة تدريب كبير جدا ودقة عالية في الإنهاء. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. جميل جدا أن تعود سريعة في المباراة، الرجاء سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل القوية. بنجاح، عودة للوراء، وداوي يلعبها على اليمين، عرضية أرضي خطيرة جدا. كانت قريبة جدا من المرمى. بنجاح أكيد يشعر بأن التوفيق لم يحالفه في هذه المرة. الجزائر يحصل على الركنية الأولى في المباراة. محرز يلعب كرة قصد خطيرة، يا سلام على روعة هذا الهدف، لعبة جميلة جدا، مهارة عالية، تنفيذ أجمل، نهاية غير عادية. الله، روعة روعة روعة، تقدم من جديد. انهاء جميل، تحرك رائع، هرب من الدفاع وحطها في الجول. كلام كبير يا عيني، شيء جميل وتصرف رائع مع
المساحات وعرف كيف يستغل الفرصة جيدا من أجل أن يسجل هذا الهدف. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. نتيجة متقاربة، الأداء ممتع، إثارة ما بعدها، يجرب حبة بالتسديد. الله على هذا التألق لحارس رائع، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. رياض محرز، يا سلام على كورة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. البداية الغير عادية، الهدف الثاني يأتي، من يوقفهم الآن؟ الكرة توضع في أفضل مكان، الإنهاء رائع من دون شك، لا يمكن أن تكون بهذه الدقة في الملعب. حارس المرمى صعب جدا أن يفعل شيء. يتقدمون بفارق هدفين الآن. بالتأكيد يلاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح. فرصة كبيرة تعود وتستمر الخطورة، والكرة تعانق الشباك. الله على هذا الجنون، على هذا الجمال. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرماه بمفردة. تحرك رائع من دون شك، كان متواجدا في المكان المناسب وأيضا في الوقت المناسب. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. بن ناصر، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير، بطريقة ذكية يواجه خصمه، مواجهة قوية بينهما. سايمون بانزا، قد تكون هذه فرصتهم. تمريرة جميلة. اقتربت صافرة نهاية الشوط الأول، أكيد هناك محاولات الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من كل طرف. هذه قد تكون فرصة كبيرة الآن، لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا. ماكامبو أكيد يفكر في هذه الفرصة واللي ستظل تطاردة لفترة في رأيي. عطال، دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. كرة تلعب على اليمين، هل ينجح في المرور؟ بن ناصر، قذيفة قوية، لا لا لا، بعيدة جدا على المرمى. ربما فكر كثيرا هنا قبل التنفيذ ولهذا خرجت الكرة بهذه الطريقة. وها هي نهاية الشوط الأول. إثارة كبيرة في الشوط الأول والنتيجة هنا 3-2. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. بنجاح، بوداوي، كرة تعود للخلف، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. تمريرة خلف المدافعين، الآن فرصة بعد تمريرة رائعة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. ريان آيت النوري، بن سبعيني يلعبها للجهة الأخرى من الملعب. ماندي، بن سبعيني، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. اللاعب يتغير، الآن كرة للجهة المقابلة. تصويبة على المرمى،
كرة بعيدة جدا وخارج المرمى، ربما كان عليه بعض الضغط لكي يسدد هنا. التسديد الآن، لا، خرج التسديدة مرتفعة. كان ممكن التسديد بشكل أفضل وبدقة، لكن بهذه الوضعية بهذا الشكل أعتقد أنه هو مطالب بأن يعتذر للزملاء على إهدار هذه الفرصة بهذه الطريقة بالذات. في هذا الوقت قد تعتقد أنه من الجيد استخدام الأوراق المتاحة على الدكة. ماندي للسبعيني، عطال، ماندي، للسبعيني، بن ناصر، يلعب كرة على اليسار، تروح الآن جميلة خلف الدفاع. لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون، يتقدمون، الفرصة خطيرة، لا أجد الكلمات المناسبة في حارس المرمى. يا إلهي على هذا التألق، على هذا التعملق، على هذه المباراة الكبيرة. ماندي، الآن باتجاه اليمين، بوداوي، بوداوي، للسبعيني، بنجاح، الجزائر عليه أن يحافظ على النتيجة في الدقائق المتبقية. رياض الآن ممكن يسجل، وبصحتنا طروادو تكاليفينا ان شاء الله تكون بصح نهار ثلاثة تكاليفو كيما هكا. خوتي الا بغيتونا نديرو الربع النهائي مع نيجيريا كتبوا لي في التعليقات. بصحتنا التأهل رانا نفولو ان شاء الله باش نهار ثلاثة نتأهلوا صح. في الملعب اليوم لا يمكن أن يطلب منهم المزيد بعدما قدموه من جهد ومستوى عالي في مباراة اليوم. كانت مباراة مميزة للغاية. شكرا على حسن المتابعة والاستماع مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي محدثكم فهد العتيبي. شكرا على المتابعة ونلتقيكم في مباريات القادمة.